بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه مختلفه، طعم مميز جدا بطريقه جديده، وفي نفس الوقت ان شاء الله اول ما تجربوها هتنجح معاكي من اول مره. ودي شكلها عن قرب شكلها فعلا كان جميل، طعمها كان اجمل. بتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجاب حضراتكم. هنا دي شكلها عن قرب، لما هنقسمها كمان من النص شكلها فعلا ظريف جدا. في نفس الوقت هشة من فوق، ولما تقسميها زي ما انت شايفة معايا كده شكلها فعلا كطبقات، شكلها فعلا جميل جدا. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. في البداية على البوتاجاز حطيت 75 جرام من الزبدة، وبعد كده رجعت قلبت لحد ما الزبدة سخنت معايا. بعد كده هنرجع ننزلها من على البوتاجاز. وعندي هنا كمان 100 جرام من الشوكولاتة البيضاء، هنقلبها لحد ما تسيح تماما. وبعد ما تسيح كده هنسيبها بقى على جنب، وبعد كده نبقى نرجع نستخدمها. بعد كده بقية المكونات عندي. في الأول استخدمت 5 بيضات. هنفصل صفار البيض عن البياض، وأهم حاجة البولة اللي هتحطي فيها بياض البيض تكون ناشفة تماما من أي مية، علشان خاطر ينجح معاكي المرنج لما نرجع نعمله. عندي هنا 150 جرام من السكر، حطيت عليهم كيس من الفانيليا. قلبت كل الخليط، يعني نزلت بشوية سكر، وبعد كده بالمضرب الكهربائي اشتغلت، ونزلت كمان بشوية شوية لحد ما القوام عندي عالي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده رجعت حطيت بقية المكونات. انا بين كل مكون والتاني بشغل المضرب لمدة ثواني، وبعد كده برجع احط المكون اللي بعده. عندي هنا استخدمت 5 معالق كبار من مية الباردة تماما، يعني لازم تكون عندك المية باردة جدا. بعد كده رجعت خفقت مرة تانية، وبعد كده نزلت بقية المكونات اللي عندي. هنا الشوكولاتة بالزبدة عندي يعني اخدت حرارة المطبخ، وده اهم ما في الموضوع. بعد كده لازم نرجع هننزل كل الكمية بتاعتنا، وبعد كده زي ما قلت هنخفق لمدة ثواني، ونرجع نزود بقية المكونات. عندي 100 جرام من الدقيق المنخول. بعد كده ضفت عليه رشة ملح. وكمان هنا انا خدت بشر ليمونة كاملة، يعني ممكن يعني بالمعلقة، ممكن نص معلقة صغيرة من بشر الليمون. خفقت كل المكونات مع بعض كويس جدا. وبعد كده لحد ما اتأكدت ان الدقيق عندي اختفى، نزلت بقى ببذور الخشخاش. انا استخدمت 200 جرام. وبعد كده نزلت بكوبايتين، بعد طبعا ما خفقتهم زي ما قلت كل حاجة بخفقها لمدة ثواني، وبعد كده برجع بزود الحاجة التانية. بعد كده ضفت 2 كوب من الحليب برضو البارد جدا. وكده عندي يعني مكونات صفار البيض عندي تعتبر خلاص خلصت. هنخفق بقى مع بعض كده لمدة برضو ثواني، وبعد كده نرجع نسيبها على جنب ونحضر مع بعض بياض البيض. عندي هنا حطيت رشة ملح على بياض البيض ومعلقتين كبار من عصير الليمون. هنرجع نخفق كله مع بعض كويس جدا لحد ما المارينج عندي يرتفع تماما، وبعد كده نرجع بقى نستخدمه. هنا ده القوام بتاعي انا، يعني هاخد معايا حوالي 5 دقايق. ده القوام اللي انا وصلت له، ده هو اللي انا عايزاه. بعد كده هنرجع بقى ننزل البولة بتاعتنا، ونرجع نستخدم كل الخليط اللي احنا عملناه مع بياض مع صفار البيض. هننزل بكل الكمية على بياض البيض، وهنرجع نقلبهم كده تقليبة خفيفة مع بعض. وبعد كده عندي هنا الصينية بتاعتي مقاسها 20 في 30. قلبت طبعا دهنتها الاول بالزيت بالزبدة، وبعد كده رجعت نزلت بكل الخليط اللي عندي. انا مش هقلب كتير بياض البيض مع المكونات التانية، يعني تقليبة كده خفيفة. وبعد كده هنرجع بقى نفضي كل المكونات بتاعتي في الصينية عندي. انا عندي الصينية اللي هحتاج، يعني لا هحتاج ارش فيها دي ولا اي حاجة، ده مش هيلزق معاك خالص. عندي كمان الفرن عندي شغال على درجة حرارة 160. واهم حاجة ما نشغلش المروحة، نشغل الفرن عادي من فوق ومن تحت من غير مروحة. هتاخد معاكي بالظبط حوالي 60 دقيقة، مش اكتر من كده. وبعد كده نرجع نخرجها. بعد 60 دقيقة زي ما انتوا شايفين كده طلعت معايا مستوية تماما، وفي نفس الوقت زي ما انت شايفة عالية. لكن بعد ما تبرد هترجع تهبط شوية من فوق، وده عادي بتاعها. فما تقلقيش لما ترجع تهبط وتقولي عندي كيكة باظت، لا، الكيكة هي الطبيعي بتاعها ان هي تهبط من فوق. بعد كده هنرجع نسيبها لمدة 3 ل4 5 ساعات لحد ما تبرد تماما، وبعد كده نرجع نقطعها ونقدمها.
هنا زي ما قلت لكم ان هي هتهبط وده العادي بتاعها. هنرجع بقى نقطعها بالشكل ده، وبعد كده هنرجع نقدمها زي ما احنا عايزين، نقطعها قطع صغيرة او قطع كبيرة على حسب ما انت عايزة. وبعد كده نرجع نقدمها، وبالهنا والشفا على قلوبكم. بتمنى يكون فيديو النهارده نال اعجاب حضراتكم، وان شاء الله يستنوني في فيديو جديد بوصفة جديدة.